السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تمكنت مصالح الدرك الوطني الجزائري بمنطقة الزرعان التابعة لولاية الطارف من اكتشاف ورشة سرية لذبح وتسويق لحوم الحمير والبغال وتوجيهها للاستهلاك البشري داخل الأسواق الجزائرية في شهر رمضان الفضيل. وجاءت هذه العملية الأمنية نقلا عن صفحة حماية المستهلك بالجزائر، فقد تمت على مستوى حي عين أعلام في بلدية الزرعان التابعة لولاية الطارف. كما تمكنت فرقة الدرك الوطني في هذه العملية الأمنية من توقيف 3 أشخاص متورطين في ذبح الحمير والبغال بذات الورشة، ومن ثم بيعه إلى بعض التجار داخل الأسواق الجزائرية وتباع على أنها لحوم مستوردة. وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم على الجهات القضائية لدى محكمة الزرعان بذات المنطقة.